حاليا صدقا يعني خلينا نحكي احنا ما بنقارنهاش بالسنين الماضية. يعني إن السنة هاي كان في ضعف، يعني من يوم الخميس خلينا نقول بلشت الحركة ها، بس مش زي السنوات الماضية، ضعفت كثير عن أول. مع إنه إحنا الأسعار نزلت كثير، صار في الأسعار بمتناول الجميع، يعني أسعار المحلات عندنا أي مواطن بيقدر إنه يشتري منها، ولكن بطل في إقبال من الناس زي السنين الماضية. غير هيك نزلوا الرواتب وصارت أمورنا، يعني خلينا نقول الشعب صار في عنده انتعاش، بس بنفس الوقت ما في اقبال شرائي خلينا نقول زي السنه الماضيه. يعني السنه الماضيه كانت بهيك ايام صدقا، يعني الشوارع كانت ما فيش تقدر تمشي فيها على رجليك حتى قد ما فيها سيارات. خلينا نحكي يمكن المواطنين صار في عندهم اهتمامات اكثر من هاي الناحيه بسبب الوضع الاقتصادي العام عندنا. يعني هسه حاليا في ظل انه في شغلات ثانيه ارتفع اسعارها، صار المواطن يفكر فيها، حتى لو اسعار الملابس عندنا نزلت بس هو بفكر قاعد يشتري اشياء ثانيه. أنا شايفة بصراحة الإقبال كثير كثير قليل. أنا عندي 4 أطفال ولا اشتريت ولا لواحد. السبب ما في مصاري، الأسعار نار حريقة. قبل العيد كان ما في حركة، هادية، بس امبارح واليوم ما شاء الله. بس هم بيشتروا أواعي، بدي أحكي الصحيح، هم بيشتروا أكل وشرب عادي، جايين يتسلوا. فيش ماني، فيش فلوس. على الأغصان يحيي الفجر العين. الحمد لله اشتريت خلصت وساعدوني كثير، والأسعار بتجنن جد. والله يعني الأسعار اللي اشتريت فيهم أنا كثير حلوين، وجد اللبس كثير حلو، والقماشة كثير منيحة. الازدحامات موجودة بس الشراء قليل شوي. يعني أنا عمالي بلاحظ على الناس هل هي بتشتري أو لا، بحس لا مش كثير. والله شوف، هي الأسعار يعني في محلات تقريبا شعبوية يعني منيحة، يعني بتراوح من 5 ل10 ل 12 ل 15 مقبولة. بينما في أسعار لا غالية كثير، يعني بيعتمد على نوع البضاعة وعلى نوع المحل وظروف المحل. أو في لا محلات لا والله عالية، يعني الناس ما بتقدر تقتحمها أو إلا من هو مقتدر. بصراحة الأسعار عادية جدا، وضع البلد منيح، بس في عندك يعني أوضاع ناس صراحة وضعها سيء، يعني ما تقدر، يعني الناس بدها تضحي ولا تشتري أواعي، ففي ناس بتبدي مثلا عن الأواعي تروح تشتري الأضحية. الأولوية يعني أحسن، والله يفرجها على الكل. والله دخلوا بالسوق بيشتروا قاعدين بستنى فيهم قبل ما يطلعوا بس. ما شاء الله والله في حركة، بس عاد الأسعار شوي والله يعني مش غالي بس غالي، يعني مش أكثر من الطبيعي، يعني لا أغلى شوي السنة، أغلى. يا هلا بك وانت بخير، يا هلا بك. اخوان من السعوديه. اي نعم. تعيدوهم. اي نعم صحيح. كيف شفتوا الحركه بالشوارع؟ والله صراحه حلوه، ما شاء الله حلوه، حركه حلوه، وهنا المحلات اسعار عجبتنا صراحه. عز الله، ما انا والله تقضيت قبل شوي ما شاء الله نفس اسعارنا ما في. اي نعم والله ما شاء الله شيء تنظيم جبار، واسواق حلوه وناسها شعبها حلو اهل الاردن، وحنا اخوان باذن الله. اي والله اشترينا واسعار مناسبه تقريبا للسعوديه والاردن كلها واحد. والله عجقة على الفاضي، كلها بتفاصل على الاسعار. اسعار يعني مناسبه، ولكن العالم طفراني، يعني عندها اولويات غير هيك. فعندها قروض، عندها اقساط، عندها مدارس، عندها اضاحي. الوضع مش سامح، يعني هاي العجقه كلها على الفاضي، يعني تفتش يعني 50% من الزباين بتطلع. يعني اولا عيد الاضحى الماضي عن هذا في فرق 80%. بتطلب من الحكومة أول شيء ترفع الرواتب للعالم، هذا أول شيء. 2 تخفف الأسعار، هاي الأسعار الغالية لوين الأسعار، يعني القطعة اللي كنا نأخذها ب10 دنانير صارت ب20، لما كنا نأخذها ب20 صارت ب50. ليش الأسعار كثير عالية يعني؟